السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده اليوم الخامس معانا في دورة الكتاكيت زي ما حضراتكم شايفين كده حبايبي. هنسمي الله. في حاجة هنا يا حبايبي، بصوا لو ملاحظين ان الإضاءة بتاعتنا هنا بيضة، احنا كنا حاطين لهم اللمبة اللي هي الصفراء اللي هي بتطلع حرارة شوية، ديت مش الموفرة. طيب انا دلوقتي اللمبة دي عندي اتحرقت، فعقبال ما انزل بس انا انزل اجيب يعني لمبة غيرها. دي غلط برضك مني، ان انا المفروض يبقى عندي لمبه استبن. يعني انا دلوقتي لما ابعت اجيب لمبه هجيب اتنين، هركب واحده وهخلي واحده استبن علشان لو في اي وقت اتحرقت، لان هي اتحرقت بالليل قوي وما كانش في حد فاتح، فاضطريت احط لهم اللمبه دي مؤقتا. طيب دلوقتي علشان اتفادى بس ان هم يبردوا مني لحد ما اجيب لهم اللمبه دي، هعمل ايه؟ هنحط هنا العلف زي ما متعودين، وهبتدي اضيف على العلف ده. بصوا حبايبي، دي قرفه عادي بتاعت الاكل. بصوا حبه حاجه بسيطه قوي ما بين صوابعي كده، هحطها فوق العلف وابتدي اقلب كده العلف بيها. طيب القرفه دي بتعمل ايه؟ القرفه دي بتدفي الكتكوت، بس طبعا مش هنكتر لان هم صغيرين، انا بس حطيتها علشان تديهم دفى شويه لحد ما ابعت اجيب اللمبه الصفراء علشان ما يبردوش مني او يتعبوا. بس هم ما شاء الله هم بيتحركوا كل حاجه، يعني مش بردانين، بس برضو علشان ما يجرى لهمش اي حاجه، لان احنا زي ما احنا شايفين الجو ساقع قوي اليومين دولت، فما ينفعش افضل سايبه لهم اللمبه البيضه ديت. دلوقتي هنسمي الله ونحط النص التاني من المضاد الحيوي ده، الكيس اللي احنا حطينا نصه امبارح كده، يبقى فاضل معانا كيس هنحطه بكره وبعده باذن الله. هحطه كده على الميه. بس حبايبي ريحه القرفه كمان بتخليهم يروحوا على الاكل ويبقوا عايزين يستكشفوا ده ايه. انا هنا اهو بس بفضي بقيه الكيس كده، يبقى احنا خلصنا اللي هو اول كيس في المضاد الحيوي. هبتدي بس اقلبه علشان المضاد الحيوي ما يكلكعش في قلب الميه او حاجه. حابه يا جماعه اشكر كل اللي اشترك في القناه، علشان انا لاحظت ان ما شاء الله يعني في اشتراكات جديده جت وفي تعليقات برضو جديده جت. انا بشكر كل اللي بيشترك في القناه واللي متابعني، ويا ريت لو في اي حاجه انتوا عايزينها اطلبوها مني في الكومنتات، وانا برد على كل الكومنتات اللي بتجيلي. انا هنا اهو يا حبايبي عدلت لهم الميه، بسم الله اللهم بارك. بس هم رايحين على الاكل ازاي، لان ريحه القرفه بتبقى نفاذه وبيبقوا عايزين يستكشفوا ده ايه. طبعا هنحط حاجات للتدفئه وكل الكلام ده، بس مش في العمر الصغير ده. دي انا حطيتها مؤقتا علشان تدفيهم لحد ما اجيب اللمبه الصفراء. ده يا حبايبي كان الفيديو بتاعنا النهارده. لو عجبكم الفيديو فعلوا زر الجرس واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد.